السلام عليكم. عملت السقف جبسن بورد فلات علشان تخلص من المطبات. السقف يبقى مستوي، شكله شيك، ديكور كويس. اتفاجئت ان بعد ما خلصت الشغل مبقاش خلص شغله، السقف فيه مطبات وشكل السقف مش كويس. اختلفت انت والنقاش، مشكلته؟ لا مش مشكلته. الفيديو ده ان شاء الله هقول لك المشكله فين وتتعالج ازاي. حل المشكله لازم نرجع ورا شويه علشان نعرف ايه اصل المشكله، واللي هنرجع ورا دي هنوصل لمرحله الجبس بورد نفسه. الجبسن بورد، احنا دلوقتي جبس بورد فلات يعني سطح مستوي، تمام؟ الجبس بورد نفسه عرضه متر و20، الصاله زي اللي احنا فيها دي مثلا اقل من 4 في عرض 6، صاله صغيره شويه، وفي صالات اكبر، وكل ما المساحه تكبر المشكله اللي انا هتكلم فيها النهارده دي هتصغر. طيب المشكله بتيجي منين؟ وايه المساحه مهمه في ايه؟ المساحه مهمه في نقطه صغيره وتفصيله مهمه جدا، وهي الفواصل او اللحامات بين الجبسن بورد اللوح ده واللوح ده، تمام؟ احنا قلنا ان هو عرض متر و20، الصاله زي اللي احنا فيها دي عرض متر و20، يعني محتاجه 3 الواح اقل حاجه جنب بعض، تمام؟ 3 الواح جنب بعض دول يعني 3 فواصل في النص ما بينهم. مهم قوي تركز في النقطه دي، 3 فواصل في النص ما بينهم. ايه ليه الفواصل هي اللي فيها المشكله او سبب؟ علشان انا بحط لوح جنب اللوح ده ففي فاصل في النص، الفاصل اللي في النص ده علشان اخفيه وما يظهرش تنسيم بعد كده زي الشروخ كده، لا بحط حاجه اسمها الشاش، تمام؟ والشاش علشان اداريه بحط عليه طبقه معجون. اصبح ان انا حطيت شاش، حطيت عليه معجون، طبقه كبيره. ده صنايعي الجبسن بورد نفسه بيعمل الشغل ده عشان يسلمه لحضرتك، كويس؟ انا بقى دوري كنقاش، باجي اصنفر الشغل الاول، وبعد كده اديله السيلر الحراري، السيلر المائي، ابدا اشتغل عليه معجون. هنا عندي تركايه بقى، وهي ان في اصلا في 3 خطوط 4 خطوط في السقف فوقي محملين معجون زياده على ده، وده سطح مستوي. لو انا حطيت هنا معجون زياده او في ميل زياده هيفضل زياده عشان هو هياخد معجون مع الشغل. طيب هو معنى كده ان خلاص الموضوع ما فيهوش مشكله او ملوش حل؟ لا، اللي بيحصل كالاتي بقى. الشركات بتاعت جبسن بورد ده من فتره طويله اللي بتصنع جبسن بورد تداركت الموضوع ده وعملت حل بسيط جدا وعمل ايه؟ وهو كالاتي. انا هحاول، مش عارف ده واضح ولا لا. شايف الحته دي؟ ما هي من اول هنا كده. الحته دي هي اللي المفروض بتحل المشكله. ده تجويف اوطى شويه من مستوى اللوح كله. المفروض تكون الحته دي مستوى، يجي اللوح اللي يركب جنبها، اللي هيركب هنا جنب دي في نفس المشكله برضه، او انا اسف نفس الحته التجويف ده، بحيث ان انا هحط اللوح ده جنب اللوح ده فاصبح الحته دي غطسه لتحت. كون ان انا احط الشاش بتاعي واسحب المعجون عليه، تمام؟ ده بالنسبه لصناعه جبسن بورد. هيجي النقاش بعد كده يصنفر، اصبح السقف مستوي او اقل شويه من السقف. بص كده زي دي، الحته البيضاء اللي انت شايفها دي مستواها اقل من السقف كله. لسه لما تتزود معجون هتبقى بمستوى السقف. نفس الكلام هنا اهو، ده الفاصل اللي فيه الفجوه اللي قلت لك عليها، الحته الغطسانه، تمام؟ لو السقف كله راكب بالشكل ده بالطريقه دي، فواصل اهو، سقف قدامك اهو، في 3 الواح جنب بعض ب2 فاصل ما بينهم، طالع كله بنفس الطريقه دي، ان شاء الله سقف زي ده يطلع ما فيهوش اي مشكله. طب المشكله بتيجي منين بقى؟ المشكله بتيجي من الحته اللي زي دي. شايف دي؟ انا ما بتكلمش على الخط ده، انا بتكلم عن الحته الصغيره اللي جايه في الفاصل ده. هو اللوح خلص من هنا، ده بدايته لنهايته، تمام؟ خلص، فهو عايز يكمل. عايزين بقى نكمل الجزء اللي ورا. هو للاسف اللوح نفسه ما فيهوش المنخفض بتاعه ده غير من اليمين ومن الشمال، فوق وتحت ما فيهوش الكلام ده، فاصبح زي ما انت شايف كده اهو. ده حته هي عاليه، هتفضل الحته دي عاليه وفيها مطب. توفيق من ربنا ان هي جايه جنب الليد بروفايل، فنوعا ما هتختفي، تمام؟ لكن حته زي دي كده مش هتختفي. المعجون اساسا باين قوي ان هو عالي. كده شفنا لحمات الجبسون بورد راكبه ازاي، المفروض تستلم ازاي او تتفق ازاي. يبقى اهم حاجه من انك وانت بتتكلم بقى مع صنايعي الجبسون بورد، هتقول له والله انا عايز تيش، انا عايز مش عارف ايه، انا عايز الصاج تخانه كام، وده جزء مهم جدا وكلام مهم جدا. بس انا بتكلم في الجزء اللي يخصنا، انك لما تيجي تتفق معاه ان انا عايز الواح كامله، انا مش عايز فضل، تمام؟ اللي بيحصل انك بتروح تتفق مع صنايعي. هو في ناس عندها الفكر ده للاسف، ان هو ايه، فاصل دايما الصنايعي بيديك سعر عالي عشان تفاصل معاه، دايما مش عارف هو ايه مزود. ايا كان تفكيرك ازاي، قبل ما تتكلم في السعر اتكلم في المواصفات. ده طبيعي، انت رايح تتفق في اي شغل في الدنيا، في اي حاجه لازم تتكلم في المواصفات. المواصفات اهم مليون مره من السعر، علشان خاطر
زي ما الناس اللي قبلنا قالوا الغالي رخيص. ما تجيبش حاجه رديئه هي مش هتعيش معاك، فانت خسرت الفلوس اللي دفعتها فيها حتى لو كانت فلوس قليله. تمام؟ يبقى انا بتفق معاه اقول له انا عايز الواح كامله، انا مش عايز قصايص، علشان حضرتك لما هتضغط عليه في السعر هو الراجل مفيش صنايعي بيضحك عليه. اصل هيجي يحط لك من جيبه ليه يعني؟ انت مش اخوه. معلش انا مش عايز اصطدم معاك، بس انت لازم تفهم النقطه دي. انت تخصه في ايه عشان يجي على نفسه في السعر علشانك؟ مفيش حد هيخسر. واديك شايف الاسعار والغلاء اللي احنا فيه، فمحدش هيخسر. مجرد ما انت تقول له كده هينزل معاك في السعر، هيبتدي هيشيلك جميله. اولا انا مش شايلك جميله، حتى لو ما قالش كده فانت مش هتعرف تتكلم معاه. هيبتدي في تنازلات في الشغل، العمق بتاع توزيع الميتال هيقل، الصلب اسف الاوميجا والسي هيقل. مثلا لو كان 50 هيبقى على بعد 70. مثلا الالواح اللي بصينا في الجزئيه دي، الالواح بدل ما تبقى كامله هيعمل لك بقى القصايص اللي عندي نص لوح جنب ثلاث ارباع لوح جنب ربع لوح، وهلم جره بقى، وهتلاقي خريطه في السقف مطبات يعني طالع ونازل. يبقى جزء مهم زي ما فهمتك ان انا اتفق معاك، اتفقت صح، بمواصفات صح، عايز الواح كامله، ان شاء الله باذن الله تعالى الشغل هيطلع معاك مستوي ومش هتتضايق منه ومش هتخسر حاجه. طيب جزئيه ثانيه بقى بتعمل المطبات. زي ما قلت لك حته الالواح، في حته تركيه ثانيه كده بتاع المطبات، وهي شغل الكهربائي. الكهربائي بيفتح في السقف. اوريك حاجه، شايف دي؟ ادي 2، ادي سقف صاله زي دي، حاجه صغيره اصلا مش كبير، 3 4. وبرضه هنا في الطرق حاجه اهي، مش هنلف على الشغل كله. مثلا دي، تمام؟ الحاجات دي مش سببه ايه؟ هو الراجل مثلا بيدور على سلك عايز يوصل للسبوتات، عايز ياخد الكهرباء، لان الكهربائي مثلا ما اسسلوش، اسف الجبسون بورد ما اسسلوش، او ايا كان. وفي صنايعي اللي انت شفته ده الصنايعي الطبيعي، ده المحمود بالنسبه لنا. لان في صناعيه ثانيه والله العظيم صاله زي دي ممكن يكون فيها 5 و6 فتحات، وانا والله ما بكذب، انا شفتها في شغل قريب سقف فلات زي ده عامل 6 فتحات، ما تفهمش ليه. هو تقريبا كان بيدور على حاجه ضايعه منه في السقف. لا، في مشكله في كهربائيه بتافور قوي في النقطه دي. يبقى عشان تتلاشى الموضوع ده حاجه بسيطه خالص، صنايعي الجبس بورد وهو شغال، معلش يعني ما كانش ينفع يرمي خراطيم او ايا كان، مفيش مشكله. انت بس خليه حته زي حته، انت مثلا صاله زي دي كان فيها خطين في السقف، خطين، خط ورايا هنا وخط فوق الموبايل وانا بصور كده، تمام؟ ما يجراش اي حاجه قبل ما تقص اللمبه وتشيلها. بعد ما قصيتها سلكين بس يعني 30 سم، هتوصل السلك هنا وسلك هنا وتجنطه وتنزله وتحطه في السقف عادي وتقفل عليه. اصبح ان الصنايعي الكهربائي لما يجي يشتغل هو عارف مكان الكهرباء هنا ايه. هيبتدي لو هيعمل لها سبوت، لو هيعمل لها نقله، ايا كان هيبقى الموضوع سهل عليه بدل ما يقعد يحفر في السقف. علشان مشكله السقف اللي انت شفته اللي انا قلت لك الحته الاخيره دي، النقر والحفر اللي بتحصل دي، انك هتضطر بعد كده علشان خاطر انك تعالجها. للاسف برضه هي نفس الفكره نفس المبدا، هي بمستوى واحد مع السقف. طب انا دلوقتي عايز اداريها والتنسيم واحط شاش والقصه اللي احنا قلناها في البدايه دي. هنحط المعجون، هيعمل طبقه، الطبقه دي عشان نداري الشاش بقى طبقه عاليه، هاجي اسحب عليها بقى مطب. نفس المشكله برضه. يبقى تاخد بالك من النقطتين دول. انت بتتفق مع صنايعي جبسون بورد، اتفق مع رقم واحد انا عايز الواح كامله، بعد كده اتكلم في تفاصيل ثانيه. بص، السي لو قل شويه، لو السقف اتشال منه عود مثلا ولا حاجه، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. الاوميجا لو بعدت شويه على 60 سم مش عارف ايه، ان شاء الله مش هيحصل حاجه باذن الله. اصل انت مش متعلم في السقف. ما بقولش ان ده الصح، بقول لك يعني مجازا ان شاء الله يعني ما يحصلش اي حاجه. لكن اللي انت شايفه ده هتبقى صرفت فلوس علشان تعالج حاجه مهمه او تعالج عيب مضايقك، عملت عيب اكتر وبفلوس. انت كنت واخد عيب ببلاش، دلوقتي عملت عيب بفلوس. يبقى تاخد بالك من النقط دي وبس. السلام عليكم.